ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على افضل لاعب في باك شوت الترشيح، وهقول لك تختار مين من المدربين اللي نزلوا، المدربين الجداد اللي هو تشافي الونسو وجوارديولا. تمام، فمن غير ما اطول عليكم، من غير لك كتير، ما تنساش لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك وسبسكرايب والصلاه على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وتنزل تذكر الله في كومنت. وبس كده، تعال اقول لك على اول حاجه باكج عود ترشيح. اوكي يا اخوات، اهو معانا باكج عود ترشيح يا اخواتي اللي نزل اولت امبارح. اوكي يا اخوات، اهو معانا الباكج. اوكي، معانا في الابا، معانا في جو كانسيلو، معانا في اللي هو لاعب باريس سان جيرمان ده، ومعانا في جو لينيتو اللي هو اللاعب بتاع نيوكاسل ده، ومعانا في النسخة الاعظم لأوليفير جيرو اللي هي بتلعب حارس مرمى وبتلعب في نفس الوقت هجوم. تمام، فتعال اقول لك على افضل لاعب في الباكج اللي هو المفروض انك تشتريه. تمام، طبعا باكج رود الترشيح يا اخوات هو بينزل وبتنقي اللي انت عايزه منه على حسب مين اللي معكش، المركز اللي هو ناقص معاك، عشان بتكون الريت بتاع اللعبه اللي بتنزل فيه بيكون عالي، فاهم؟ فاللي هو بيكون انت بتاخد اللي هو ناقص معاك. تمام، فانا يا اخواتي السي بي يعني معايا ناس كتير بتوصل 99، والار بي برضو معايا واحد بيوصل 101، فمش محتاج حد، بس اقول لك على افضل لاعب في الباكج. طبعا لو ناقصك في السي بي، يعني ما معكش حد سي بي كويس، تمام، فالابا هيكون افضل حل ليك، انه بيلعب بيلد اب وطاقته قبل التطوير حلوه اهي، يعني اللوفتد باص بيعرف يباص 80 وطاقته حلوه والله اهي، والكيرلو بيعرف يعمل عرضيات، والديفنس 83. ده كله قبل التطوير يا جدعان، ده كله قبل التطوير، وبيلعب في مراكز كتير، يعني بيلعب في ال بي وفي السي بي وفي الدي ام اف والسي ام اف وفي ال ام اف، يعني بيلعب في مراكز كتير الصراحه. والنسخه دي جامده منه، والصراحه النسخه دي جامده من ديفيد الابا. اوكي، ولو ناقصك ار بي برضه، فجو كانسيلو هيكون افضل اختيار ليك، لانه بيلعب برضه في مراكز كتير، بيلعب ال بي وبيلعب ار بي وبيلعب ار ام اف. فالصراحة يعني الأسلوب بتاعه حلو، بيعرف يعمل العرضيات وبيعرف يستلم اهو، الدريبل عنده كويس، واللو باص بيعرف يباص كويس. تمام يا اخواتي، والكيرل بيعرف يعمل عرضيات جامدة جدا 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 يا اخواتي. تمام، والديفنس برضه الضغط الدفاعية مش وحشة خالص، ده كله قبل التطوير يا اخواتي. والاجريشن عنده عالي 82، ده كله قبل التطوير يا اخواتي. والاستامنا 80، يعني ممكن بعد ما تطوروا تمام تلاقي الاستامنا حاجة و90. تمام يا اخواتي، فالصراحة الطاقات بتاعتهم قبل التطوير طاقات جامدة جدا جدا، ودول افضل لاعبين يعني موجودين في الباكج. اما بقى لو انت معاك كل اللعيبه يعني، ومعاك ومفيش مراكز معاك ناقصه، فانصحك انك تشتري نسخه جيرو دي، لانها نسخه نادره، والصراحه في المستقبل هتزود حسابك، وانا هو هشتريها قدامكم. الصراحه النسخه جامده، هي مش بتلعب يعني الريت بتاعها مش عالي، هو تقريبا 97 بس. الصراحه يا اخواتي النسخه هتكون نسخه نادره، يعني مهاجم نزل له حارس، اللي هو يا اخواتي يعني مهاجم نزل له نسخه حارس ومهاجم في نفس الوقت، فهتكون نسخه نادره الصراحه، وانا اشتريتها قدامكم. وبس كده كنت قلت لك على الباكج عود ترشيح. تعال اقول لك بقى تشتري مين من المدربين. اوكي يا اخواتي، طبعا بلا منازع هما النسختين. تمام، النسختين بيوصلوا 88. جوارديولا في البوزنج جيم بيوصل 88، وبيديك نقطة في اللي هي تايت بوزيشن. تمام، يعني هيزود اللعبة اللي معاك اللي هي بتعرف في تايت بوزيشن، هيزودها نقطة. تمام، وتشافي الونسو تمام اللي هو موسم 23 24، وجوارديولا موسم 13 14. تمام، وتشافي الونسو اهو يا اخواتي تمام بيوصل 88 في الكويك كونتر، ده اول مدرب يوصل 88 في الكويك كونتر، اعلى من جوارديولا بتاع نسخه المتجر. جوارديولا بتاع نسخه المتجر بيوصل 87 بس، ودي مشكله واجهت الناس كلها. في ناس طلبت مني في الكومنتات ازاي تطوير جوارديولا ل 100. طبعا تطوير جوارديولا 100 يا اخواتي، جوارديولا قصدي، معلش اسف، تطوير جوارديولا 100. تمام، انت هتجيب المدرب اللي هو جوارديولا 88. لكن بقى لو معاك وانت ما بتعرفش تلعب استحواذ ومعاك كوينز، تمام، هنصحك مليون في المية انك تشتري نسخة تشافي الونسو النسخة دي، وهو بيديك نقطة في الاكسلريشن. تمام يا اخواتي، فالصراحة تشافي الونسو يكسب فيها دي، هو يعتبر هما الاثنين متساويين، بس انه جوارديولا في نسخة منه في المتجر اللي هي النسخة بتوصل 88، والبوزيشن كام بيوصل 88 في النسخة بتاعة المتجر. فنسخة تشافي الونسو مفيش حد بيوصل كوك كونتر 88، فانصحك تشتري تشافي الونسو احسن من جوارديولا، احسن من نسخة جوارديولا دي ب100 مرة. اوكي يا اخواتي، وبس كده كنت قلت لك على جميع اللعبه الموجوده في باكج عود الترشيح، وكنت قلت لك على انك تختار مين من باكج اللي هم المدربين. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي، سلام.